أصدر الستار أمس الثلاثاء على منافسات دور 16 لبطولة كأس أفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار. واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لدور 8 في البطولة القارية، وهي نيجيريا وأنغولا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وكاب فيردي وغينيا ومالي وجنوب أفريقيا. وخلال المباريات 8 التي أقيمت في هذا الدور تم تسجيل 16 هدفا، وخروج حامل اللقب والوصيف من هذا الدور بركلات الترجيح. ولعل أبرز المفاجآت في هذا الدور هو خروج المنتخب السنغالي حامل اللقب أمام منتخب كوت ديفوار صاحب الضيافة، والذي تأهل بشق الأنفس لدور 16 بعدما اضطر للانتظار حتى نهاية دور المجموعات للتأهل كواحد من بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست. كان المنتخب السنغالي مرشحا بقوة للحفاظ على لقبه بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، ولكنه تعادل مع المنتخب الإيفواري في الوقت الأصلي والإضافي 1-1 قبل أن يخسر بركلات الترجيح 4 أخماس. وينطبق نفس الأمر على المنتخب المصري وصيف النسخة الماضية الذي تأهل لدور 16 دون أي انتصار، واكتفى بالتعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات بنتيجة 1 نصفين أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي الرأس الأخضر. ورغم أن الفرصة كانت متاحة للعبور لدور 8، خاصة أن المنتخب المصري كان يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في دور 16، والذي لم يحقق أي انتصار هو الآخر في دور المجموعات واكتفى ب3 تعادلات، فشل الفراعنة في العبور واكتفوا بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن تفوز الكونغو بركلات الترجيح. وبات الكونغو الديمقراطية المنتخب الوحيد في دور 8 الذي لم يحقق أي انتصار في الوقت الأصلي في هذه النسخة من البطولة. لم تقف المفاجآت عند هذا الحد، بل ودع المنتخب المغربي الذي احتل المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر البطولة بعد هزيمته أمام منتخب جنوب أفريقيا ب2 نظيفين. وبعيدا عن مفاجآت النتائج، شهد هذا الدور إشهار البطاقة الحمراء 5 مرات في 8 مباريات، بينما تم إشهارها 4 مرات فقط في 36 مباراة بدور المجموعات. وشهدت مباراة أنغولا وناميبيا التي انتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة إشهار البطاقة الحمراء مرتين، كما تم إشهار البطاقة الصفراء 3 مرات.